السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن حل الويف equation، ولكن عندنا الانيشال كونديشن بتاعنا هو exponential to the power negative x squared. يعني الانيشال كونديشن بتاعنا مختلف شوية. طيب في الحالات دي بقى احنا بنعمل ايه؟ في الحالات دي احنا بنقول we apply Fourier transform to both sides with respect to x. طيب ليه الاكس؟ احنا قلنا لان الباور بتاعها هو اعلى باور، فطالما اعلى باور يبقى نعمل with respect لايه؟ للاكس. طيب هنعمل فوريه ترانسفورم للليفت هاند سايد ده يديني ايه؟ نيجاتيف اي اوميجا سكويرد في يو كابيتال اوف ايه اوميجا وتي. ليه حصل ايه؟ حولت انا هنا من الاكس سبيس كانت فانكشن في اكس وتي الى اوميجا سبيس بقت فانكشن في الاوميجا وتي، وده فوريه ترانسفورم فور ديريفاتيفز لاثبات طبعا ان ازاي الليفت هاند سايد ده اتحول لكده. موجود في فيديو لوحده عشان بس تفهم ازاي التحويله اتحولت. وهنا كذلك اليو بنحولها لفانكشن اوف اي اوميجا وتي، وخلينا بقى دي بدل كانت بارشيال لان خلاص ما بقاش عندي اي تفاضلات بالنسبه للاوميجا، فخلاص من حقي ان انا اقولها دي كابيتال بدل ما كانت بارشيال. هنعمل ري ارينجنج وري انتجريتنج، وبعدين نعمل ايه بقى لما ري ارينجنج وري انتجريتنج؟ هتودي ده هنا وتودي ده هنا وتاخد التكامل للطرفين، فيبقى عندي تكامل دي يو على يو اللي هو دي اكس على اكس، ده تكامل معروف جدا ده بلين يو. وهنا نيجاتيف اي اوميجا كل ده سكويرد هيديني في الاخر نيجاتيف اوميجا سكويرد، وتكامل دي تي بتي زائد ثابت. الثابت ده بتختاره لن سي لهدف عادي، ممكن تختاروا اي حاجة ولكن بنختاره لن سي عشان الهدف التالي ده. بعدين اي كونستانت هيديك نفس الاجابة. هنودي لن ده الناحية التانية، فلن اي ماينس لن بي ده يديك لن حاجة على حاجة، يعني لن حاجة ناقص لن حاجة يديك لن الحاجة الأولى ناقص على الحاجة التانية. فكده ده معناه ايه؟ لن يو اوفر سي بتساوي نيجاتيف اوميجا سكويرد اوف تي. طيب لو خدنا الاكسبوننشال للبوث سايدز فالاكسبوننشال بيطير اللن، فيبقى لي يو اوفر سي بتساوي اكسبوننشال نيجاتيف اوميجا سكويرد تي، وبعدين السي هتتضرب هنا فيبقى معايا ان يو اوف اوميجا وتي بتساوي سي في اكسبوننشال نيجاتيف اوميجا سكويرد تي. حلو قوي. كده احنا جبنا الحل فين يا جماعه؟ هل كده انا جبت الحل؟ انا جبت الحل بس ناقص اعرف السي ايه، وابقى انا كده جبت الحل في الايه؟ في الاوميجا سبيس او الاوميجا والتي. حلو قوي. طيب اليو اوف اوميجا وتي لو انا عايز يعني اعرف الفوريه ترانسفورم بتاعها عباره عن ايه؟ ده من التعريف اللي هو بيساوي 1 على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه ليو سمول اوف اكس وتي في اكسبوننشال اي اوميجا اكس دي اكس. ده كده انا كاني بحول من الاكس سبيس للاوميجا ايه؟ سبيس. حلو قوي. طب ليه عملت الخطوه دي؟ هقول لك. تعالى بقى نطبق الانيشال كونديشن بتاعنا هنا وهنا. لما اطبقه هنا في الاكسبوننشال نيجاتيف اوميجا سكويرد تي، فهنا ده هيبقى بزيرو فهيديني السي. تمام. طب لما اطبقه هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ هبدا اعوض بايه؟ بيو اوف ايه؟ اوف اكس وزيرو. طب يو اوف اكس وزيرو دي اكسبوننشال سالب اكس سكوير، فاكسبوننشال سالب اكس سكوير مضروب في الاكسبوننشال ده يبقى هجمع الايه؟ الاتنين مع بعض، يبقى عندي اكسبوننشال سالب اكس سكوير بلس اي اوميجا اكس دي اكس. طيب انا عايز احل الاكسبوننشال ده. عشان تحل الاكسبوننشال بالشكل ده او احل التكامل ده، اول حاجه اخلي الاكس سكويرد لوحدها عن طريق ان انا هاخد النيجاتيف ساين دي كومن فاكتور، فخدتها ايه؟ كومن فاكتور. طيب الاكسبوننشال ده انا عايز احوله لشكل شبه ده كده، بحيث ان شكل التكامل ده اللي هو الجاوسيان انتجريشن بعرف احله على طول، بيطلع بجذر باي على الفا. فانا هاخد البراكت ده واعمل له اكمال مربع، فبكتب اول حاجه البراكت اهو، بعدين بكتب البراكت التاني واكتب هنا سكويرد. واعمل ايه بقى؟ اعمل التالي. اقول هنا الاكس ديت عشان تبقى اكس سكويرد، يعني هنا يبقى هنا لازم احط ايه؟ لازم احط اكس. ليه؟ لما اعمل هنا اكس سكويرد. طيب الترم ده عشان اجيبه ده معناه ان انا هضرب حاجة في حاجة في 2، صح؟ طيب يبقى انا هاخد الترم ده واشيل منه الاكس واقسمه على الاتنين، بحيث ان لما اضرب ده في 2 الاتنين تروح مع الاتنين يبقى لي الترم الاخير. هتقولي طب ما هو لسه الترم التالت. لما اعمل لده سكويرنج هيديني نيجاتيف اوميجا سكويرد على 4، اروح اعمل بلس اوميجا سكويرد على 4 عشان الترم السالب من هنا يروح مع الموجب من هنا، فيبقى ده زي ده بالظبط. تقول لي انت كده حليتها؟ اه انا كده حليت وجبت سي اوف اوميجا على طول. ازاي؟ اهو
بص يا سيدي، السي اوف اوميجا واحد على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه الاكسبوننشال تو ذا باور نيجاتيف، افتح براكت وبعدين جواه براكت صغير اكس ماينس اي اوميجا على الاتنين، واقفل براكت سكويرد بلس اوميجا سكويرد على الاربعه، واقفل براكت دي اوميجا. طيب الاوميجا سكويرد على الاربعه دي، هل الاكسبوننشال ده يعني بيعتمد على الاكس في حاجه؟ لا. يعني اعرف اخرجه بره التكامل؟ طب هو خارج يخبط في النيجاتيف، هوب يغير اشارته، فيبقى عندي ايه؟ اكسبوننشال نيجاتيف اوميجا سكويرد على ايه؟ الاربعه. حلو قوي. طيب بقى لي ايه؟ تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكسبوننشال نيجاتيف اكس ماينس اي اوميجا اوفر 2، واقفل براكت سكوير دي اكس. ده كانه رقم ثابت ملوش اي قيمه، يعني ده رقم ثابت. يعني اعتبر مثلا ان دي مثلا اكس ماينس A، كل ده رقم ثابت اسمه A، وخدت ان الزد بتساوي اكس ماينس A، فعندي الزد مثلا بتساوي اكس ماينس A، فيبقى دي اكس بتساوي دي زد. تمام، فخلاص يعتبر انا الشكل ده هو الشكل ده. يبقى حل التكامل ده بايه؟ جذر باي على الفا. طب الالفا هنا بكام؟ بواحد، يبقى جذر باي بس التكامل ده. يبقى التكامل ده يساوي جذر باي، هتروح مع جذر باي اللي هنا، هيبقى انا كده طلعت ان السي اوف اوميجا بتساوي اكسبوننشال تو ذا باور نيجاتيف اوميجا سكويرد على 4 اوفر روت 2. طب حلو قوي، هبدا باخد السي واعوض بيها هنا، وابقى انا جبت ان اليو اوف اوميجا وتي بتساوي اكسبوننشال تو ذا باور نيجاتيف اوميجا سكويرد في تي بلس ربع على جذر 2. طب ايه ده؟ ايه تي بلس ربع دي جت منين؟ ماشي، مش انت كان عندك هنا اوميجا سكويرد وهنا اوميجا سكويرد، خدت اللي هنا كومن فاكتور اوميجا سكويرد، فبقى لي تي هنا وبقى لي هنا ربع تي، فهي تي بلس ربع. صح؟ يبقى انا كده جبت الحل، ولكن انا جبت الحل فين؟ في الاوميجا سبيس. خلاص عايز ارجعه بقى للاكس سبيس، وكده نبقى وصلنا للحل الاخير. بس بقى على طول بحوله by applying inverse Fourier transform to the last equation، يعني هطبق الانفرس فوريه ترانسفورم للإيكويشن الأخيرة، وهيبقى عندي إن اليو في إكس وتي بتساوي واحد على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية لمفروض بقى يو كابيتال اوف أوميجا وإيه وتي، اللي هو ده اللي أنا لسه جايبه. صح؟ لأن لسه جايبه في اكسبوننشال تو ذا باور نيجاتيف اي اوميجا اكس دي اوميجا، هنا بالنيجاتيف لان ده ايه؟ انفرس. هنا باخد الانفرس، لما ما كانش في انفرس كنا بناخدها بالبوزيتيف عادي، لكن في الانفرس باخدها بالنيجاتيف. ثانيا انفرس لاني برجع بقى من الدي اوميجا للايه؟ للاكس سبيس. طيب عشان ما نتلخبطش التي بلس ربع ده هنسميه ايه؟ بيتا. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. ممكن بقى ناخد الجذر ده نخرجه بره ونخلي طول اكسبوننشالز نجمع الاسس بتاعتهم يبقى عندي نيجاتيف اوميجا سكويرد بيتا ماينس اي اوميجا اكس دي اوميجا، وجذر 2 اهي خرجت بره، فبقى لي واحد على 2 جذر ايه؟ باي. هنا بقى اولا عايز اعمل كده اكمال مربع عشان نحله. اتفقنا عشان يبقى اكمال مربع لازم اخلي الاوميجا سكويرد دي لوحدها، فمعناها ان انا هاخد سالب بيتا عامل مشترك. لما اخد السالب والبيتا عامل مشترك يبقى لي اوميجا سكويرد بلس اي اوميجا اكس على بيتا في البراكت دي اوميجا. طيب تعالى بقى ناخد البراكت ده كده ونقعد نصفصفه. هنعمل للبراكت ده اكمال مربع، بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعمل كده براكت سكويرد، ونقول عشان يبقى عندي اوميجا سكويرد هنا لازم هنا يبقى اوميجا، وبعدين ده في 2 المفروض انه يديني الشكل ده، فاعمل هنا حاجه بحيث ان لما اضرب ده في 2 فالاتنين تروح مع الاتنين، واضرب ده في ده يبقى اداني الترم الايه؟ الاخر اللي هو هنا ده. تقول لي طب ما في الترم التالت ده لما يحصل له سكوير ده هيبقى هنا في نيجاتيف اكس سكويرد على 4 بيتا سكويرد. اهو احط بوزيتيف الناحيه التانيه عشان النيجاتيف ساين اللي تطلع من هنا تروح مع البوزيتيف سايز، ويبقى التو سايدز ايه؟ ايكوال بعض. هاخد بقى الكلام ده كله وعوض بيه مكان البراكت ده اهو، خدته وعوضت بيه مكان البراكت ده. طيب اكس سكويرد على 4 بيتا سكويرد دي اوميجا، دي بتعتمد على، يعني ده بيعتمد على الاوميجا في حاجه، الترم ده ما بيعتمدش، خلاص يخرج بالاكسبوننشال بتاعه بره، بس هيخبط فين؟ في البيتا. فلما يخبط في البيتا، بيتا هتروح مع البيتا، فيبقى لي اكسبوننشال تو ذا باور نيجاتيف اكس سكويرد على 4 بيتا اوفر 2 على جذر باي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه الاكسبوننشال سالب بيتا اوميجا بلس اي اكس على 2 بيتا، ونقفل البراكت سكوير دي اوميجا. طب نحل ده ايه؟ مش ده اللي هو الجاوسيان انتجريشن اللي هو نفس الشكل ده بالظبط؟ نفس الشكل ده بالظبط. خلاص يبقى ده جذر باي على ايه؟ المفروض هنا لما بتبقى الفا هنا هي بيتا، فيبقى جذر باي على ايه؟ جذر بيتا
حلو قوي. جذر باي هتروح مع جذر باي ويبقى لي هنا جذر بيتا. جذر بيتا هتيجي تحت اللي هي ايه تي بلس ربع، وهنا البيتا دي هشيلها وتي بلس ربع، ده الفرض اللي انا كنت فرضه في الاول. وكده نبقى احنا حلينا اليو اوف اكس وتي بكل بساطه وسهوله. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيبه لي في الكومنتس، وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناه، لايك لو الفيديو عجبك. بس كده، سلام عليكم.